الراجل ده يا جماعة وهو شاب صغير كان شغال حفار بيحفر الطرق، وكان شغال عند واحدة مهندسة. هو بيحكي عن المهندسة دي، كانت ظالمة جدا وكانت قوية جدا. أذن لصلاة الظهر، المفروض هو يعمل ايه؟ يكمل شغله ولا يروح يصلي؟ يروح يصلي، الشغل ما طارش يعني، هيروح يصلي ويرجع يكمل. وإذا بهذه المهندسة تقف أمامي كالأسد المغوار، بتقول له انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ قال لها رايح اصلي. قالت له الشغل خلص اللي في ايدك وبعد ما تخلص يبقى روح صلي، الصلاة ما طلتش. انت عارف هو يعمل لها ايه؟ معلش بص لي كده، هو عمل لها بايده كده، قال لها هو ما فيش على كوكب الارض شغل ورزق اللي عندك انت، روح اصلي. وذهب الى الصلاه، ذهب ليركع وليسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبعد ما خلص صلاه هو بقى حاطط في دماغه ان هو هيرجع، هي هتمشيه. بيقول انا رجعت واذا بهذه المهندسه التي كانت كالاسد المغوار قد تحولت وكانها قطه وديعه جدا، قطه في منتهى الضعف، واخذت تعامله معامله مختلفه تماما. يوم القبض بتاع الفلوس اعطتني اجرا اضعافا مضاعفه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول ومن ارضى الله بسخط الناس، ربنا يعمل معاه ايه يا جماعه؟ رضي الله عنه وارضى عنه الناس.